بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد خير خلق الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مسا الخير عليكم خواتاتي، أهلا وسهلا. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. أنا صافا الحمد لله، نحمد ربي على كلش. رجعنا لدارنا ورجعنا لروتيناتنا ورجعنا لفيديوهاتنا البسيطة من مطبخي البسيط ومن منزلي المتواضع. مرحبا بكم من جديد، يا مرحبا بكم. جوزوا قربوا، جوزوا قربوا داركم. هذا أول فيديو بعد ما رجعت لداري. كان فات المولد النبوي الشريف. وش نقول لكم، الزوج كلالي وجهي قال لك كيفاش ما ديريناش العشاء؟ فات المولد وما درتيش العشاء، ديجا فوتو في البحر. ديري لنا عشاء وشعلينا الشمعة. راح جاب شميعات وجاني. كي قلت له ما نديرش فات الحال راح ارقد، غضب عليا يا اختي من على كلمه. كما تقول هما قلت كلمه عشيت في ظليمه. هيا خليته مرقد، قلت والله ما زعفته مسكين، هسنا نروح ندير له عشيوه كيما يحبها هو والشي اللي طلبوه هو. معليش رايحين نتعشاوه يا اخي في دويرتي. دونك هذه هي. ما السنه صراحه ما تمنيتش اصلا ندير هذا يعني المولد. بزاف اللي قاعدين يقولوا بدعه، وكاين بزاف اللي قاعدين يقولوا نيتنا صافيه، وهي صح انما الاعمال بالنيات. كل واحد واش راه ناوي في هذه الدنيا، ماشي شرط. على بالنا كلنا مسلمين وكامل حابين نديروا كامل حابين كما نقولوا حابين نرضاو برضاية ربي. واكيد حابين نرضاو ولا حابين نفوزوا بالجنة اكيد. ولكن ان شاء الله برك ربي قدرنا وربي وفقنا وخلاص. يعني ماشي الانسان قاعد في الدنيا هذه غير باش يدير الشر، ولا لا، نيتنا كانت صافية اكيد. اما حكايه المولد النبوي الشريف والعشاء والشمع والحنه وهاد العادات التقليديه، يعني ولا غير احنا نضنا لقينا جدودنا وجداتنا يديروا، لقينا امهاتنا يديروا، عجايزنا يديروا، وحنا نديروا قدام وليداتنا برك باش نحييو الاعياد الدينيه فقط. هي صح الاعياد الدينيه، شوفوا باش يكون كلامي واضح، الاعياد الدينيه هي عيد الفطر وعيد الاضحى فقط، ما كانش عيد واحد اخر. اما هاد التقاليد على الاقل شفتوا الحاله كيفاش قاعده تتطور للوراء. تطور، ولكن كاين تطور وهو يمسنا ويمس الشرف نتاعنا. شفتوا التكنولوجيا دركا كيفاش راهم يتبعوا ولادنا واش راهم يشوفوا، ويما اللهم ندخلوهم في هذه المناسبات الدينيه وهذه الاحتفالات. الانسان راه يسخف يدير ملمه مع دارو مع عائلته ويدور وهكا كما نقولوا يحيي عاده من عاداتنا ولا تقليد من تقاليدنا فقط. باش ما نكثروش، باش كي يوصل هذاك واش اسمه راس العام وهذاك الفوربي هذاك صح. يعني باينه بلي الانسان ماهيش من عاداتنا الدينيه، ولكن يحاول الانسان برك يعرف وليداته بتقاليد تاع جدودنا وتاع كيفاش كبرنا. هذا ما كان، هذه هي كانت النيه فقط، يعني ما كانش نيه واحده اخرى. والنيه اللي في القلب ربي اللي عالم بها. دونك هذا توضيح فقط، وان شاء الله ربي يثبتنا. والله الانسان ديما يدعي ربي باش يثبتوا على الدين صح، ويقوي الايمان في قلبه صح، وينعتلنا فقط الطريق الصحيح. يعني ماذا بينا احنا نمشيو غير على الطريق اللي تخرجنا. واش قاعدين نديروا في هذه الدنيا غير باش نسعاو بفوز الجنه وفوز الاخره وفوز رضا الله فقط. هذا ما كان، رانا نجتهدوا. اما بالنسبه للعشاء ولا هذه حاجه زايده خليوها كوتي وخلاص. تاني هذه طمينه من بين الوصفات اللي يعشقها الزوج تاعي. يعني طمينه تاع الغرس، كسرة المبسة، البراج، المقرود. يعني هاد سورتو الحوايج تاع الغرس يموت عليهم. ما لا قلت لكم خليته مراقد ورحت بديت نحمص فيه شويه دقيق. جبت طريف تاع غرس ديكونجليتو، والله كان في الكونجيلاتور. نقول لكم على قداه درت هاد العشاء، بالك على 6 العشية. ما جات تجي 6 خدكم جوجو كي تحط الحاجة في راسها. ما جات توصل 8، يعني بوندون ساعتين كملت داري وشتو الكابات كي نوصلوا للدار كيفاش، وهذيك لافاتيك وديك الرقده اللي طاح عليك وهذاك العيا ولا القشوشه تاع البحر كامل تغسلوا. الدار كانت مغبره لازم تتسيق العشاء. المهم في ساعتين كنت طبقتها.
تحزمت بالطابليه وقدمت الله الله اش نقول لكم. من هنا من لهيه، من هنا من لهيه، لقيت روحي خلصت. هي قضيه تنظيم فقط. بديت بالعشاء حطيته نصبته هو الاول، درت هنايا رشته كما راكم تشوفوا كانت عندي في الكونجيلاتور. دونك بخيتها هنا بشويه تاع زيت اللي راكم تشوفوا فيها، جبتها ديكونجيليتها، حطيت لا كوكوط تاعي قاعده طيب باش اللحم يطيب لي تمتم، قفلت عليه في لا كوكوط. في نفس الوقت حطيت الدقيق راهو يتحمص، ووليت هنا بديت نفور ويد راهي في القش اللي يتحط في الماشينه. وقبل ما نحط في الماشينه كنت شللته كامل، عاود تنفضته وعاود شللته، نخاف من هذاك الصابل اللي يبوشي لي الماشينه. تولهوا البنات انا ديما هكا تاع البحر نشللهم مرتين ولا ثلاثه في الماء حتى يصفى الماء تاعهم خلاص ما يبقاش فيهم التراب. كي نزيد ننفضهم يعني كي نعصرهم ننفضهم مليح اون سي جامي باش ندخلهم في الماشينه. ما كانت كاينه خدمه خبيت الكلاصيير هذوك البايط ولا السله اللي ديت فيها والماعن اللي كانوا تما في البحر، عاودت درت لهم لون جافيل غسلتهم كامل. سيقت دنيتي سما راني منا وشي ما قدرتش نصور لكم كلش. والله كنت مشلوفه وكنت واش نقول لكم مشقيه تاع الصح، يد هنا يد لهيه، رجل هنا رجل لهيه. وبيان سور مره على مره نطلع على تليفوني اكو تعرفوا خدمتي ما نقدرش نراطيها. برك صورت لكم العشاء هذا ما كان. بارابور للرشته شفتوني درت معاها حبه تاع خردل. خلوني نوضح، هذه الرشته وصفه عاصميه ماشي قسنطينيه، وهما يديروا لها الخردل يخليوه كعب من الفوقه. انا باش ما ناكلوش كعب ميكسيتو مع البصله داكوغ، ويديروا لها القرفه، حطيت لها طريف تاع قرفه بصح ولا غير جات بنينه. على بالي حنا في قسنطينه ما ناكلوش القرفه، ما ناكلوهاش يعني في الاطباق كامل. عندنا دي بلا سبيسيال اللي نتناولوا فيهم النكهه تاع القرفه. دونك ولكن هذه الوصفه نحترموا الوصفه التقليديه. درت لها عود صغير، ما درت لهاش بودره باش ما تكحليش المرقه تاعي وباش ما تجيش ثاني الذوق تاع القرفه قاطع بزاف. دونك حاولت اني نخلي الوصفه على اصولها وتاني على حسب واش ناكلو، باسكو لو كان يذوقوا القرفه بزاف في الماكله والله ما ياكلوها لي. وجات بنينه جات تسخف ما نديرها يعني بارطاجيتها معاكم. المهم بعد ما فورتها الفوره الاولى درت لها شويه زيت وحطيتها فارت. كي نزلتها هنايا حطيت لها شويه تاع المرق، درت لها رشه تاع ملح لانه تكون مسوس، وبخيتها بشويه تاع المرق باش تجي بنينه. ما حبيتش نبخها بالماء باش تهز النكهه ديجا تاع المرق مع جات بطريف تاع اللحم جات تهبل. وهي هي نورمالمون يديروها غير بالدجاج، يعني بالدجاج وتجيكم الله الله ما شاء الله يعني تجي بنينه. ولكن كان عندي اللحم درتها بطريف نتاع اللحم. وهنايا قلت لكم حطيت لها شويه تاع مرق. شوفوا كيفاش راني نحرك فيها غير بشويه باش ما تدقدقش بزاف. كاين ناس يحبوها تدقدق وكاين ناس يخليوها محافظه على الشكل تاعها. بيان سور مش راح تقعد لك طويله هكاك بزاف، ولكن المهم تقعد الشعره تاعها طويله وباينه وتجي الله الله اكله تقليديه عاصميه. نحيي ناس العاصمه وناس الوسط كامل ونحاول انه من قناتي نبارطاجي معاكم وصفات تقليديه تاع ولايات بلادي كامل، لانه الجزائر الله يبارك راهي قاره ما شاء الله من عادات ومن تقاليد، من البسه اكلات بزاف عراسنا لبساتنا تقاليدنا، يعني بزاف امورات. نحاولوا مره على مره نخرجوا على الاطباق القسنطينيه بما انه انا قسنطينيه، ونحاول انه نبارطاجي معاكم وصفات وتقاليد ولاياتي الاخرى. هنا قلت لكم الزوج راح جاب لنا 4 شميعات على حسابي انا ووليداتي وهو وكل وحده بلا كولور تاعها المفضله. خرج هو وولادو شراوها. جابنا شويه تاع ديسير نبينا صلينا عليه يعني ما كان والو. النهار هذا الحمد لله قرينا القران انا ووليداتي، كنا نهار كامل حنا نسبحوا، كل مره نذكرهم نحكي لهم قصه من قصص الانبياء، حكيت لهم على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني حتى الغزوات نتاعو، على حتى يعني القياده نتاعو كيفاش كان، كيفاش حارب الكفار، كيفاش بث الرساله نتاعو. يعني الحمد لله هادو هما الاصول تاع الصح. والحمد لله شعلت شويه تاع بخور، درت هكا الموسم في داري، الشيء اللي كتب ربي والشيء اللي قدرني به ربي، والحمد لله رب العالمين. وما تنساوش ديما نصلي ونسلموا على حبيبنا المصطفى، يعني على قد ما راكي قاعده سواء مولد ولا ماشي مولد شاركتكم حتى البخور اللي درتو هذا ريحته تسخف الله يبارك. قلت لكم ما تنساوش هكا
هكا مره على مره، تسبحوا وتهللوا وتكبروا بالمناسبه ولا بلا اي مناسبه. وشهيتكم في الجنه خواتاتي، وهذه كانت وصفتي لنهار اليوم باذن الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، نحبكم بزاف بزاف، مازالوا لي فيديو راهم جايينكم باذن الله. اذا ما درتوش جام غير ديروها، ما تلعبوهاش نسيتو هاني فكرتكم. نحبكم بزاف، بيزو، سلام عليكم.